بتبدأ الحكاية بأطفال نايمين ومنبهاتهم بترن علشان يصحوا ويروحوا المدرسة، ولكن بعدها بيكتشفوا إن الدنيا بتمطر تلج، فاليوم الدراسي بيتلغي. والأطفال ساعتها بتفرح جدا وبيجمعوا بعض كلهم عشان يلعبوا هوكي. وبعدها الأطفال بتنده على شارلي براون عشان يطلع ويلعب معاهم، بس تشارلي لما بيطلع بيكون معاه طيارته وبيقرر إنه يلعب لوحده بيها، فالأطفال بيكونوا مستغربين منه جدا. بس تشارلي برضه بيكون مصر يلعب بيها وما يلعبش معاهم، وكان بيقول لنفسه طالما الشجرة اللي بتتعلق فيها الطيارة دايما نايمة بسبب الجو التلج ده، يبقى أكيد المرة دي هعرف أطير الطيارة. وفعلا في الأول تشارلي بينجح يطير الطيارة، لكن فجأة الحبل بيتلف حوالين رجله وبيفضل يقع ويتزحلق، وبيخبط في طريقه في بنت صغيرة اسمها لوسي. فلوسي بتتضايق منه وبتروح تزعقله وبتقوله انت عمرك ما هتنجح انك تطير الطيارة، وكفاية عليك كده ولازم تستسلم بقى. بس بعدها بشوية بيروح لأخوها الصغير وبيقوله ما تسمعش كلامها واوعى تستسلم. فتشارلي بيقعد مع نفسه بعدها وبيقول ان لوسي مش صح وانا ما ينفعش استسلم، ولو انا معرفتش اوصل لهدفي ده مش معناه اني فاشل، بس ده معناه ان احاول اكتر ولازم برضه ما استسلمش ابدا. وبعدها بيحاول يتمرن على رمي الكورة بس برضه بيفشل، ولما بيقع على الأرض الكلب بتاعه سنوبي بيفضل يضحك عليه. وبعدها بشوية بتوصل عربية نقل عفش، فالأطفال كلها بتجري عشان يشوفوا مين اللي نقل جديد في المدينة بتاعتهم، وكمان يعرفوا جايبين إيه معاهم. ووقتها كل طفل بيفضل يقول نفسه الساكن الجديد يبقى عامل إزاي، وكان منهم اللي نفسه يكون معاه بيانو عشان بيحب بيتهوفن، والتاني كان نفسه يبقى حارس مرمى كويس عشان لما يجي يلعب معاه. أما تشارلي بقى اتمنى بينه وبين نفسه إن الساكن الجديد يبقى فرصة جديدة ليه ويتعرف على حد ما سمعش حاجة عن فشله ولا عن محاولاته اللي فاتت اللي ما بتنجحش أبدا. بس في الوقت ده تشارلي وقع ووقع معاه السور كله، فالأطفال كلها ساعتها هربوا بسرعة. ولما الليل جه تشارلي كان قاعد على سريره وبيكلم الكلب سنوبي وبيقول له إنه ساعات بيسأل نفسه هي الأطفال فعلا بتحبني ولا لأ، وقال له كمان إنه بيتمنى إن الطفل الجديد يحبه زيه، وده لأن الكلاب ما بتديش نصايح ولا بتحكم على حد، والكلاب دايما بتحب صاحبها زي ما هو. وتشارلي كان بيتمنى إن الطفل الجديد يكون كده برضه. وفي اليوم اللي بعده تشارلي بيروح المدرسة وبيطلب من سنوبي إنه يرجع على البيت، بس سنوبي بعدها لما بيحاول يدخل معاه بيجيله ولد صغير وبيطرده وبيقفل الباب في وشه. ولما بيدخل تشارلي للفصل الأطفال قبل ما يجي كانوا مفكرين إن هو الطفل الجديد، لكن بمجرد ما شافوا تشارلي بيتضايقوا منه وكل واحد بيروح مكانه. وبيقعد بعدها تشارلي يتكلم مع صاحبه لاينس وبيقول له هي الطيارة اللي في إيدك دي حقيقية؟ وأول لما تشارلي لعب في الطيارة طارت في الفصل كله وبهدلت الدنيا. بس في الوقت ده أخيرا ظهر الطفل الجديد وبيكتشفوا ساعتها إنها بنت مش ولد، وكمان كانت بنوتة حلوة جدا. وساعتها الكلب سنوبي حاول يدخل الفصل من فتحة الهوا، بس برضه الطلاب اكتشفوه ومسكوه رموه بره. ووقت ما كانوا في الفصل البنت الجديدة بتخلص الامتحان أول واحدة، فتشارلي هو كمان بيحاول يبان قدامها ذكي وبيخلص بسرعة وبيطلع عشان يسلم ورقته، بس بيتخانق في الآخر مع زميلته عشان يشوفوا مين فيهم اللي هيسلم الورقة الأول. وتشارلي لما بدأ يتكلم مع البنت الجديدة اتوتر جدا وخرج بسرعة من الفصل. وبعدها لما الأطفال خلصوا اليوم المدرسي ركبوا الأتوبيس، وتشارلي كان بيحاول يبان لطيف قدام البنت الجديدة، بس برضه ما بينجحش وبيفشل، وبينزل أول واحد من الأتوبيس بسرعة وبيفضل يراقب البنت من بعيد. بس أخته الصغيرة بتقفشه وبتقوله هو أنت بتحب؟ فتشارلي وقتها بيتكسف وبينزل تحت البطانية. وفي اليوم اللي بعده الكلب سنوبي بيكون جايب لتشارلي وردة وبيديها له وبعدها بيزقه عشان يروح للبنت ويديها الوردة ويتكلم معاها. فتشارلي وهو في الطريق بيقول لسنوبي إن في وقت زي ده الواحد بيكون محتاج صديق مخلص، وأول لما بيوصل لباب البنت بيرجع وبيهرب بسرعة، بس سنوبي بيمسكه وبيرجعه مرة تانية. فتشارلي بيكون متوتر جدا ومش قادر يضغط الجرس، بس سنوبي على طول بيتصرف وبيضغط مكانه الجرس وبيهرب. ولما بتفتح البنت الباب ما بتلاقيش حد قدامه عشان تشارلي هو كمان كان هرب ورا الكلب. وبعدها تشارلي بيروح لصاحبته لوسي وبيطلب منها نصيحة بخصوص البنات، وقال لها انه ازاي يقدر يتكلم مع بنت جميلة وهو اصلا فاشل ومحدش بيحبه.
فلوسي بتقوله إن الكلام ده مش صح، وقالت له أنت مش فاشل وفي ناس كتير بتحبك. فتشارلي بيرد عليها وبيقول لها بس هي وشها جميل والوشوش الجميلة بتوترني. فلوسي ساعتها بتتضايق وبتقول له أمال ليه ما بتتوترش قدامي مع إن أنا برضو وشي جميل. فتشارلي بيقول لها أنا كل اللي عايزه إن أعرف أكسب قلبها. فلوسي بتطلب منه إنه يبص في المراية وبتقول له إن ده وش واحد فاشل، والبنات ما بتحبش الفشلة وما بتحبش غير الشخص الناجح. وقالت له لو عايز تكسبها لازم تثبت لها إنك ناجح، وكمان بتديله كتاب، وكان الكتاب بعنوان 10 طرق للنجاح. وفعلا بعدها بيبدأ تشارلي يقرأ الكتاب وبيلاقي إن الخطوة الأولى بتقول إنه لازم ينسى كل حاجة عارفها عن نفسه، والخطوة التانية إنه يظهر ثقته بنفسه ويمشي وهو دايما واثق من نفسه ويتواصل مع الناس بالعين. وبعدها لما تشارلي بيطلع بره الأوضة بيلاقي أخته بتلعب وبتقوله إنها هتكسب مسابقة مواهب وهتبقى مشهورة جدا. فتشارلي بيفكر حبة وبيقول إن دي فكرة عظيمة، وبيحاول بعدها تشارلي إنه يتدرب على الأعمال السحرية عشان يشارك في المسابقة مع أخته. فلوسي لما بتعرف بتكون مستغربة من مشاركة تشارلي. وفي اليوم اللي بعده بدأت المسابقة، وكل واحد من الأطفال بدأ يقدم العرض بتاعه، والجماهير كلها كانوا بيتفرجوا عليهم. بس لما بيجي الدور على أخت تشارلي بتفشل في العرض بتاعها. فتشارلي بيقرر بسرعة إنه يتدخل ويساعدها، وبعدها العرض بتاعها فعلا بينجح، وطبعا كل ده كان بمساعدة تشارلي. وفي آخر العرض تشارلي بيتصور مع سالي وكان لابس بقرة ومتعلق، بس بيكتشف في اليوم اللي بعده إن الصورة بتاعته نزلت في مجلة المدرسة وكل الطلبة شافوها وكانوا بيتريقوا عليه. بس لاينس صاحب تشارلي بيروح له وبينصحه إنه ما يزعلش، وبيقول له إنه لو معجب بالبنت فعلا لازم يروح ويتكلم معاها، وهي لو بتحبه مش هيفرق معاها كل اللي حصل في الحفلة. وبعدها بتعدي الأيام وتشارلي كان عمال يكمل في الفترة دي قراية الكتاب بتاعه، وبيشوف وقتها القاعدة رقم 6 وكانت بتقول إنك لازم تقتنع إنك تستحق الأفضل. وبعدها بثواني بيرن التليفون وسالي أخته بترد وبتقول لتشارلي إن في واحدة صديقته في المدرسة عايزاه. وتشارلي بيلاقي زميلته بتقوله إنها سجلت اسمه في حفلة الشتاء الراقصة وإنه لازم وهو جاي يعمل لهم كاب كيك. فتشارلي يوافق إنه ينضم ليهم. ولما الليل جه تشارلي كان عمال يتفرج على البنت اللي بيحبها وبيشوفها عمالة ترقص، فبيدخل بسرعة أوضته وبيقرر إن هو كمان يتعلم الرقص، وبيبدأ يتمرن على الرقصة وبيتخيل نفسه إنه بيفوز بمسابقة الرقص مع البنت اللي بيحبها. وبعدها لما جه يوم حفلة الرقص الطلاب كلها بتبدأ تستعد وترقص، بس لما وصل تشارلي للحفلة لقى الصينية اللي هو جايبها فاضية، واكتشف إن سنوبي أكل الكيك كله وهما في الطريق. ولما بيدخل للمدرسة بيلاقي واحد ماسك عصير فبيقرر إنه يساعده، بس وقتها حتة من قميص تشارلي مسكت في الباب. فتشارلي بيحاول يفتح الباب بسرعة عشان يلحق يروح ويشارك في حفلة الرقص. وبعدها فتح الباب فعلا ووصل للحفلة. ولما بدأ الرقص كان كل الطلاب معجبين بيه وكلهم بيسقفوا له، بس للأسف كالعادة تشارلي وهو بيرقص اتزحلق ووقع وجزمته خبطت في طفاية الحريق، فالمية بتشتغل في كل مكان وبتغرق الدنيا، وبكده الحفلة باظت بسببه. فتشارلي بعدها بيزعل وبيحس إن الموضوع بدأ يصعب أكتر بعد ما كل اللي بيعمله بيفشل. وفي اليوم اللي بعده تشارلي بيعرف من صاحبه إن البنت اللي بيحبها سافرت عشان تاخد بالها من جدتها المريضة. وبعدها بشوية جه ميعاد اختيار شريك لتحضير مشروع السنة، ولحسن حظ تشارلي اكتشف إن اللي هيعمل معاه المشروع هي البنت اللي بيحبها. فبيروح بسرعة لزميله لاينس وبيقوله إنه مش عارف يعمل إيه وإنه خايف جدا ومش مستعد، وكمان قاله إنه ممكن يعمل المشروع لوحده طالما البنت مش موجودة وبتاخد بالها من جدتها. فلاينس بينصحه إنه يعمل المشروع لوحده طالما البنت أصلا مش موجودة وبتراعي جدتها المريضة، وطبعا لما ترجع وتعرف إنه عمله لوحده هتعجب بيه ووقتها مش هيكون مكسوف منها. وبعدها بشوية بتظهر نتيجة الامتحان اللي أخدوه الأسبوع اللي فات، وبيكتشفوا إن تشارلي هو الأول على فصله وبيكون واخد العلامة كاملة، ومن ساعتها بيبدأ يبقى مشهور ومحبوب وكل الطلاب عايزين يقربوا منه. وبيسأل بعدها تشارلي لاينس عن التغيير اللي حصل وعن إن كل الأطفال غيروا طريقة تعاملهم معاه، وده رغم إن مفيش حاجة اتغيرت في شخصيته. بس لاينس بيفكروا إن ميعاد تسليم المشروع قرب وهو ما كانش لسه بدأ فيه، فراح بسرعة لزميلته مارسي عشان تساعده في المشروع، وبيسألها عن أهم كتاب في التاريخ عشان يعمل بيه المشروع.
فقالت له إن أشهر كتاب الحرب والسلام، ولو عرف فعلا يعمل مشروع منه أكيد هياخد الدرجة النهائية. وقالت له إن مفيش وقت وإنه أكيد مش هيقدر يعمل المشروع في الوقت القصير ده، بس تشارلي قال لها هقدر، وفهمها إنه لازم يعمل كده عشان ياخد النجمة الذهبية. وفعلا بعدها تشارلي راح بسرعة للمكتبة وأخد الكتاب ورجع بيه للبيت وبدأ يقرأ فيه. وكمان أجازة نهاية الأسبوع فضل يقرأ فيها كلها الكتاب وما خرجش من البيت، وكان دايما بيقول لنفسه إنه ما ينفعش يغزل البنت اللي معجب بيها. وفضل يوم كامل يكتب تقرير على الكتاب لحد ما أخيرا خلصه. وبعدها تشارلي راح حفلة التكريم عشان قبل كده أخد العلامة في الامتحان كاملة، ومدير المدرسة اداله النشان الذهبي والأطفال كلها كانت بتسقف له. لكن تشارلي بعدها بشوية بيكتشف إن ورقة الامتحان ما كانتش بتاعته وإنهم ادوله الدرجة غلط، فبيطلع قدام المايك وبيعترف بالحقيقة قدام الطلاب كلها. وبعدها بيرجع زي زمان منبوذ ومحدش بيهتم بيه، وده بعد ما كان بطل بالنسبة لهم. بس بعدها لاينس بيروح له وبيقول له إنه عمل حاجة عظيمة لما اعترف إن ورقة الامتحان مش بتاعته، وإن دي شجاعة كبيرة منه. بس برضه طمنه وقال له إن التقرير اللي هو عمله عن رواية الحرب والسلام هترجعه بطل تاني وسط الطلاب. بس بعدها بتجيلهم البنت الجميلة وبتسمع تشارلي وبتقول له إنها ما كانتش تعرف إنهم هيعملوا تقرير عن الرواية. فلاينس بيفهمها إن تشارلي عمل كل حاجة وخلص التقرير مكانهم، بس للأسف في الوقت ده التقرير بيطير وبتيجي طيارة تخبط فيه وبتقطعه. فتشارلي بيكون زعلان جدا وبيمشي متضايق، وبيقرر تشارلي بعدها إنه يتخلى عن كل أهدافه وبيرمي الطيارة في الزبالة والكتاب تحت السرير وبيدخل الكرة في الدولاب. وفي اليوم اللي بعده وهو بيتمشى بيلاقي طفل بيحاول يطير طيارة ورق، والطفل بيسأل تشارلي لو يقدر يساعده ويخليه يطير الطيارة. فتشارلي بيعمل كده وبيساعد الطفل وبيخليه يطير الطيارة فعلا. وبتمر بعدها الأيام وبيجي آخر يوم في المدرسة والأطفال بيكونوا متحمسين جدا بما فيهم أخت تشارلي، لكن تشارلي نفسه ما كانش متحمس زيهم. وبعدها بيبدأ الأطفال يختاروا صديق مراسلة لأجازة الصيف، والمفاجأة بقى إن البنت الجميلة بتختار تشارلي بعد ما كل الطلاب رفضوا إنهم يختاروه. فتشارلي بعد ما المدرسة بتخلص بيسأل صاحبه لاينس إذا كان البنت الجميلة اختارته من باب الشفقة عشان محدش اختاره أو في سبب تاني ما يعرفوش، وقال له إنه كان عايزها تختاره عشان معجبة بيه مش عشان حاجة تاني، وده لأن كرامته ما تسمحلوش بحاجة غير كده. فتشارلي بعدها بيروح يدور عليها وبيسألها ليه اخترتيني؟ فالبنت قالت له عشان انت شخص كويس وبتساعد الناس، وساعدت اختك وقت مسابقة المواهب، وكمان كنت صادق وقت مسابقة احسن طالب. وقالت له ان يوم الحفلة كان شجاع وظريف، وعرفته برضه انها عارفة انه تعب عشانها وكتب التقرير لوحده، وفهمته انها كل ما بتبصله ما بتشوفش شخص فاشل ولكن بالعكس بتشوف شخص فيه كل المميزات اللي بتحبها. وبعدها بتسيبه وبتسافر مخيم الصيف وبتقوله إنها دايما هتبعتله الرسايل وهي هناك. ولما البنت مشيت الأطفال كلها اتلموا حوالين تشارلي وكانوا فرحانين جدا بيه وشايفينه بطل، وحتى أخته الصغيرة كمان جات له وقالت له إنها فخورة بيه وإنه دلوقتي بس أثبت إن النجاح ما بيجيش غير من بعد تعب. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.